السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويدوس لايك عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض كشري مصري. احلى حاجة طبعا الناس بتحب بدل ما تشتريها بقى من بره نعمله في البيت انضف واحسن. المهم معانا كيلو مكرونة مشكلة، بنروح للبقال وبنقول له عايزين كيلو مكرونة بتاع الكشري، هو بيديلك مشكل. ومعانا صلصة المكرونة طماطم، ومعانا الرز، ومعانا الشعرية، ومعانا العدس. دلوقتي معانا حلة فيها شوية مية هننزل عليها بكمية المكرونة بتاعتنا. تمام، وننزل عليها بالمكرونة كويس قوي. يعني ننزل عليها بالمكرونة ولازم المية تغلي وتبقى منمله حلو كده عشان المكرونه ما تعجنش مني. قلب قلب ونحط شويه الملح وكده، المكرونه هنسيبها تتسلق. دلوقتي معانا معلقه سمنه ومعلقه زيت ننزل عليها بالشعريه عشان نعمل الرز. ندي تقليبه للشعريه حلوه قوي لحد ما الشعريه تحمر. دلوقتي كده المكرونه خلاص بدات تستلق معانا، خلاص يعني مش هتكتر معانا قوي عشان ما تعجنش. خلاص دلوقتي الشعريه بصوا ما شاء الله بقى لونها اصفري وحلو قوي. نزلنا عليها بقى بالرز ودي تقليبه كويسه قوي، وننزل عليها بكميه الميه، كميه الميه زي كميه الرز اللي انتي بتحطيها. حطي شويه ملح وكده الرز نسيبه يستوي. دلوقتي المكرونه خدناها وسلقناها صفيناها وشطفناها كويس قوي عشان ما تبقاش معجنه وما تبقاش سخنه. ورحت جايبه معلقه سمنه ونازله عليها بالمكرونه، وندي تقليبه كويس قوي عشان خاطر تبقى مفلفله معايا. نحط بقى المكرونه يعني على السمنه ونديها تقليبه حلوه كده عشان تبقى مفلفله معايا وتبقى. انا بحب قوي ان انا اكل حتى المكرونه كده بالسمنه، بتبقى جميله قوي. دلوقتي بقى خلاص كده المكرونه خلصت، يلا نعمل الصلصه. معانا بصلايه مقطعينها مكعبات صغيره ونزلت عليها بمعلقه السمنه زي ما انتم شايفين. دلوقتي الطماطم معايا جاهزه. اول ما البصله تحمر معايا هننزل بقى عليها بالطماطم، هي بقت اللون ده. تمام، ننزل عليها بقى بالطماطم حلوة قوي كده. وبعد كده نديها بقى شوية شطة وشوية كمون وشوية ملح ونسيبها بقى تتسبك. يلا بقى نعمل معانا العدس. دلوقتي معانا مية خليناها مغلية يعني ايه منملة شوية، وحطينا حبة زيت ورحت حاطة العدس ونسيبه ونستلي بقى. دي الدقة بقى بتاعتي. انا بعمل توم، فصين توم وقرن فلفل اخضر، ورحت هرساهم في بعض. بعد كده رحت حاطة شوية ملح وشوية كمون وشوية خل وليمونية، ورحت مقلبة ده كله في بعضه وحطيته في قلب الازازة كده وعليه شوية مية. دلوقتي هنعمل الشطه الحراقه بقى، الشطه نار بجد مش هزار. المهم رحت جايبه معلقه زيت ورحت حاطه عليها حبه الشطه بتاعتي الحلوين. بعد ما احمرت مش تتحروق مني تحمر، رحت نازله عليها بطشه الطماطم. وكده الكشري بتاعنا الجميل خلص. دلوقتي ما شاء الله الصلصه اتسبكت وخلصت، وادي العدس وادي الشطه وادي المكرونه وادي الرز. يلا بقى بينا نغرف دلوقتي جبنا الطبق بتاعنا الجميل، حطينا شويه الرز تحت وعليهم شويه المكرونه وعليهم شويه العدس وعليهم شويه الصلصه وعليهم الشطه. بس للاسف بقى انا ما عملتش بصل علشان خاطر الزيت. ويا رب الوصفه تعجبكم، مع الف سلامه.